السلام عليكم متتبعينا الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رمضان كريم بالصحة والسلامة والتيسير ان شاء الله. وباش ما كتمناو، غبرنا عليكم بزاف ودابا رجعنا بواحد مجموعة ديال الوصفات صحية ولذيذة اللي كنحضروها في الدار. اليوم غنقترحوا عليكم هذا الكيش اللي كنصايبوه بدقيق ديال القمح والخضره، ونقدروا نرافقوه بشي سوب ولا بحريره ولا باي حاجه بغيتو. بالنسبه للمقادير، اول حاجه غادي نجيب واحد السليفه اللي غادي نصايبوا فيه العجين ديالنا. الا بغيتو تستعملوا الدقيق ديال الفورس تقدروا تستعملوه. انا هنايا غادي نستعمل دقيق ديال القمح الكامل. عندنا هنايا زلافه ديال دقيق القمح، تخلطوا حتى شويه القمح شويه الفورس ديروا. المهم انا هنايا درت غير القمح بوحدو، ودرت واحد الساشي ديال الخميره ديال الحلويات، شويه ديال البزار باش كنسمو هذيك لاباط ديالنا ما كتجيش مسوسه، ومن طبيعه الحال شويه ديال الملحه. ما نكثروش بزاف لان الحشوه حتى هي كنديروا فيها الملحه. وكنديروا واحد شويه ديال زيت الزيتون كيف كتشوفوا باش كتجينا هاد لاباط هذه منسمه ولذيذه. وغادي نخلطوا هاد المكونات هادو مع بعضياتهم حتى كيتجانسوا، وكنضيفوا شويه ديال الماء. كنضيفوا الماء شويه بشويه وحنا كنخلطوا حتى كنحصلوا على واحد العجينه ما قاصحاش وما رطباش. العجينه ديال الكيش ما تنعجنوهاش، ما تندلكوهاش، غير تنخلطوا. بغيتو تخلطوا بيديكم خلطوا، بغيتو تجمعوا بون سباتول ولا بشي معلقه الخشب ممكن. المهم العجينه ديال الكيش ما كتعجنش، غير تتجمع وصافي. نكملوا بهذه الطريقه هذه كامل حتى تجانس لينا العجينه ديالنا كامله، وكنخليوها كترتاح. كنغطيوها بسلوفان ولا بشي حاجه وكنخليوها كترتاح. دابا غادي ندوزو باش غادي نحضروا الحشوه ديالنا. غادي نجيبوا شويه ديال البصله، قياس واحد البصله متوسطه نقطعوها هكا دي بشي كاغو، وكندير شويه ديال زيت الزيتون كنشحروها فيها، وكنضيفوا لها شويه ديال كفته ديال الدجاج. الا بغيتو ديروا كفته ديال اللحم نتوما والاختيار ديالكم، كل واحد كيدير اللي كيناسبو. بطبيعه الحال الكميه كتبقى على حساب عدد افراد الاسره ديالكم. حتى كتدبل لنا هذيك البصيله ديك الكفيته كتبدا يدخلها الطياب، كندير شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، وكنضيفوا هنايا خيزو والقرعه محكوكين. بهذه الطريقه هذه كنحكوهم في الحكاكه كيجيونا رقاق صافي. ومن بعد كنخليو هذاك الحشوه حتى كتطيب وكتجانس مع بعضياتها، وكنجيو هذاك لاباط اللي كنا وجدناها كنقادوها في لو مول كيش. الا بغيتو ديروا لي ميني كيش كديروا لي مول صغار. انا هنا درت واحد بحجم عائلي. بالنسبه لاباري اللي غنصايبو، عندنا هنا 3 ديال البيضات، شويه ديال الملحه كيف كتشوفوا غنخلطوها مزيان. هذاك البيض كنخلطوه مزيان مزيان مزيان، وغادي نضيفوا عليه واحد الكاس ديال الحليب. الا بغيتو ديروا لا كريم فريش ممكن ديروها، انا هنا اكتفيت غير بالحليب صافي. تقدروا ديروا نص كاس حليب ونص كاس قشطه طريه الا كانت سائله. وغادي نضيفوا هذاك الحشوه اللي سبقوا صايبناها مجموعين، وكان غادي نخلطوها مزيان حتى تجانس لينا هاد لاباراي مع الحشوه. الا بغيتو تضيفوا شويه ديال الزعتر محكوك باش تنسموها تقدروا تضيفوه، حتى هو كيجي زوين. بالنسبه للحشو كيبقى اختياري صافي. هانتوما كتشوفوا دابا غادي الحشوه ديالنا نخويوها في هذاك في لاباطا كيش اللي قاديناها في لو مول، وغادي نحاولوا نقادوها مزيان باش يجيو الجهات ديالها كلهم قادين. الفران كنسخنوه مسبقا، درجه الحراره ديالو ما تكونش مرتفعه بزاف، وكنديروا فوق منه شويه ديال الفرماج غابي. ملي حتى كيطيب كنخرجوه كنديروا فوق منه شويه ديال الفرماج غابي، وكنرجعوه كيذوب، وكنقدموه بالصحه والهنا. كنتمنى ان الغوصيت ديال اليوم تكون عجبتكم. ورمضان كريم مره اخرى، نتلاقاو ان شاء الله في
شي وصفة واحدة أخرى إن شاء الله الرحمن الرحيم.